عاملين ايه؟ ازيك يا جماعه عاملين ايه؟ بس قبل ما اتكلم صلوا على النبي يا جماعه. افضل الصلاه والسلام. ازيك يا جماعه عاملين ايه؟ ازيك يا احسن ناس في الدنيا. طبعا الليله دي هقولها لكم، بس اهم حاجه لايكاتكم واشتراكاتكم عشان القناه تكبر بيكم يا جماعه. كل بالبلد مع مورفان، كل جديد في جديد مع مورفان. النهارده بقى يا جماعه طبعا هتقولوا طبعا يا جماعه هو في حد ناجح؟ لا، ده عيد ميلاد ماما. عيد ميلادي. كله يقول لي في الكومنتات كل سنه وانت طيبه يا ام رفاق. طبعا جوزي حب يهشتكني ويدلعني زي ما انا بدلعه، حب ايه يعمل لي احتفال. طبعا مفيش حد موجود غير انا وجوزي وبنتي وواحده صاحبتي. جايبه لي هديه في اكياس، يعني استخسرت تجيب لي، بتقول لي كتر خيرك ماشي. بس كتر هديه جوزي خيري. الساعه السمارت دي يا جماعه. هي معديه والله، مش اوريجينال، بس معديه ال1000، بس مش لازم اقول لكم 1000 وايه. بس دي ايه؟ دي جوزي ليه الساعه السمارت دي. هوريكم الهدايا ما تقلقوش. طبعا حب يدلعني ويهشتكني، فانا ما كنتش متوقعه يعني ايه القرف اللي انت عامله ضوافر بتحتفل بعيد ميلادي. طبعا اول سنه عيالي ما يكونوش معايا في عيد ميلادي، يعني مشغولين يعني وكده، الدروس وكده، فعادي هنسيب لهم نصيبهم. بس انا وجوزي وبنتي وليا صاحبتي دي اللي هي ملهاش لازمه دي. ف دي طبعا احتفاليه، مش هطول عليكم، بس فكره الفيديو اللي اقول لكم النهارده عيد ميلادي واوريكم الهدايا. هي اللي قالت لي ايه، افتحي اعملي فيديو ووريهم انا جايبه لك ايه. ده منظر كيس، ده منظر كيس، هي قاعده وشايفاني ماشي. نوريها جايبه لي التوكه دي. توكه حلوه والله، هي ممكن ما تكونش باينه من الكاميرا قوي. هنفتح الهديه قبل ما ناكل ونطفي يعني. هو انا مش جايبه شمعيه، هي ايه كده على الماشي. لا احنا جايبين لها حاجه ثانيه. وجايبه لي السبلاش ده، السبلاش ده ده اصلي بريحه الفراوله، بعشقه. هي عارفه انا بحب ايه فبتجيبوه. وجايبه لي الاثنين السبراي دول برضك، هي عارفه اللي انا بحبهم. جايبه لي الجليتر ده، كانت خلص عندي، فهي بتشوف ايه اللي خلص وبتجيبهولي، لانها بتيجي تستهبل عليا وتحط معايا كده. قلت لك انا خلصت لك فجبت لك غيره. مش لازم نقول الاسعار بقى ونفضحها، فيها حاجات حلوه. جايبه لي السيرم ده بتاع البشره، سيرم سي ده. طبعا انتوا عارفين ان السيرم ده غالي، بس اوكي ماشي. وايه تاني؟ معفنين احنا، فجايبه لي شامبو. انا بقول لها ايه، الشامبو اللي عندي والبلسم خلصوا، فقالت لي بدل ما اكلف نفسي ما جبت لك بلسم وشامبو مع بعض. وجايبه لي ده البليه دي اللي هي السي. وجايبه لي ازازتين مونوكير، واحد اسمر واحد احمر. وافتكرت روفان وجابت لها السلسله دي. فدي ايه، هي دي الهديه الوحيده اللي جات لي هي وايه وبتاعت جوزي. الساعه السمارت اللي كان نفسي فيها لونها ابيض، الاستيك بيتغير يا جماعه ماشي. عادي يا جماعه، يعني مين اللي عاد بيعمل عيد ميلاد النهارده وبيجي له هدايا؟ انا بيتعمل لي، بس كان الاول بيجي لي هدايا كتير. فعشان ابو محمد اللي بيصورني فقال لي خلاصي لان ايدي وجعتني، فنختم الفيديو على كده. هي دي الهدايا بس اللي جات لي، وعيالي المعفنين ما جابوليش حاجه. لا اديني 5 جنيه. في حاجه ولا والله روفان السنه اللي فاتت مدياني 150 جنيه، ويوسف كان بيجيب لي والله. لا. بس انا عارفه الظروف. الحاله ده يمكن معاهم. محمد ابني لما بيجيب لي هديه تاني يوم بياخدها مني، بتسرسبها لي 10 ولا 20 ولا 30 لحد ما بياخد الفلوس تاني. فده بقى النهارده يا جماعه، كل بقى يكتب لي في الكومنتات كل سنه وانتم طيبه يا ام روفان. عجبكم فكره الفيديو النهارده. الهديه اللي جات لي هديه جوزي وهديه صاحبتي. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه عشان القناه تكبر بكم يا جماعه، عشان بقى نقطع التوته، مش لازم بقى نقطعها معاكم. كل بالبلدي مع مورفان، كل جديد في جديد مع مورفان، وبحب